لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. بقى يا بنت الكلب، أبو بكر وعمر يناموا في بيت النبي، والحسن ابن الزهراء يطرد. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟ ثاني يخرب بيوتهم. أنا كرهت رقم 10 بسببه، كرهت. فالله يلعنهم هم وعشرتهم، الله يلعنهم هم وعشرتهم. طيب ايه يا سيدي العشرة المبشرين بالجنة؟ اسمع بك، اسمع العجائب بك. يقول لك النبي صعد المنبر، والله ما حصل، والله الذي لا اله الا ما حصل، كذب وافتراء على رسول الله. يقول لك صعد المنبر وقال ايه؟ ابو بكر في الجنة. ضمرت ايه؟ ضمرت ايه ابو بكر في الجنة؟ ليه؟ فوضى ولا ايه؟ هي زريبة؟ طب الزريبة هم دخلوها، طب الجنة مالها؟ الجنة مالها ومال الموضوع؟ ابو بكر في الجنة. لا شوف النيلة السوداء اللي جاية، عمر في الجنة. يخرب بيته، يخرب بيته في الجنة. ازاي؟ ازاي؟ مش ينفع، مش ينفع خالص، لا ينفعش. طيب عثمان، عثمان في الجنة. يخرب بيتك يا عثمان، هو اللي جابه عثمان، عثمان في الجنة. طب ازاي؟ طب بأي دليل؟ وبعدين بعد البلاوي دي كلها، وعلي في الجنة.
قالت لك احنا انقذنا الناس. ده هجوم على بيت، ده هجوم على بيت يا شباب. ده من الاساليب الخطيره اللي احنا بنقول لحضراتكم عليها. مين اللي بعت لكم ده يا جرح؟ حازم. شكرا يا استاذ حازم، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. الناس الاهالي مش كمان المصورين بقى والناس المحترفه، الاهالي لما بتتعاون معانا بيبقى الحقيقه رد الفعل كويس يعني. ما انا فاهم ان هو مصور صح، فانا بتكلم على الاهالي كمان يعني بيبقى افضل من المحترفين لانهم بيبقى قلبهم على الحاجه. فشكرا حازم بركات، وده مصور صحفي يعني. دول في عزبه في زاويه ابو مسلم في ابو النمرس، مش ابو النمرس كده صح يا شباب ولا انا؟ طريق سقاره يا شباب. وده يحدث في المنطقه، ما اعرفش هل الامن سيطر ولا لا. شوف يا فندم السحل، بص يا فندم، بصوا بصوا بصوا